السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا كده جاية بفكرة وعايزين كده ان شاء الله نحاول ان احنا نعملها مع بعض، لان احنا عارفين يعني كل واحدة فينا نفسها ان هي يكون معاها قرش زيادة في البيت، لان طبعا العيشة غالية والمصاريف والكلام ده كله. بصي، مشروع الحمام مشروع جميل جدا جدا جدا. ان انت مثلا يكون لو عندك مكان في بلكونة تقدري تجيبي مانير عبارة عن 4 عيون مثلا او 6 عيون بالكتير، وتحطيه في الركن كده في البلكونة وتعتني بيهم وتجيبي لك مثلا حوالي 3 اكواز حمام وتحطيهم، وتقدري ان انت بقى تعتني بيهم من اكل لشرب وتظبطي الدنيا معاهم، وهيطلعوا لك انتاج جميل جدا. وتقدري ان انت تعملي زي آم، تاخدي بقى انت منهم خير في بيتك، وفي نفس الوقت تبيعي. يعني انت مثلا عندك فرد الحمام، انا مثلا لما بربي انا مش بربي الحاجات الزينة الغالية جدا، لا، انا بربي حمام اللي هو يقدر ان انا يتباع منه في بتوع زينة بياخدوه كحمام زينة، وفي نفس الوقت الغواة بياخدوه برضو النوعيات دي. يعني انا عندي مثلا انواع مختلفة عندي بنيدي، عندي انجليزي، عندي كينج، عندي لاحم. الانواع دي كلها بياخدوها برضو بتتباع الحمام للزينة، وفي نفس الوقت في ناس برضو بتاكلها، لان سعرها هوين مش سعرها غالي زي الحمام بتاع الزينة اللي هو ابو 1000 جنيه وابو 2000 والنوعيات الغالية قوي دي، لا. فاحنا نقدر ان احنا نجيب الحمام ده ونتربيه، اللي هو انت تستفيدي منه في بيتك، وفي نفس الوقت تقدري ان انت تبيعي منه. تقدري ان انت تبيعي منه زغاليل، تقدري ان انت تبيعي منه حمام برضو فرديات، مثلا حد عايز نتاية، حد عايز ذكر، وبيبقى عندك مثلا يكون عندك حاجات زيادة، نيتي زيادة او ديكورة زيادة، تقدري ان انت تستفيدي بيها ان انت تبيعيها. او مثلا انت حابة ان انت تاكلي حمام او زغاليل، فبدل ما تروحي تشتري الزغاليل مثلا الجوز عاملين 160 170، انا لسه سائلة والله على جوز الزغاليل، واحدة قالت لي 170 جنيه جوز الزغاليل الفلاح، يعني فلاح، تمام. في المحلات برضو نفس النظام بيتباع ب150 160، على حسب الأماكن اللي انت بتشتري منها. طيب لو حد برضو حب ان هو يشتري منك فرد حمام ذكر او نتاية، فبيبدأ سعره من 70 80 جنيه. خلاص. آه، مش حاجة وحشة طبعا، حاجة كويسة، اللي هو انت تقدري ان انت تبيعي وفي نفس الوقت ان انت تاكلي. انا بعمل كده، تمام. فالمشروع ده غنيني ان انا اروح اشتري حمام من بره. المشروع ده غنيني ان انا اروح مثلا عيالي عايزين ياكلوا زغاليل ان انا اروح اشتري زغاليل من بره، لا، انا عندي وبذبح منهم الحمد لله وبناكل منهم. وفي نفس الوقت لو عندي فايض حاجات، مثلا لو عندي فايض فرادي، نتشي او دكورة، بقدر ابيع. تمام. طيب هل دوت مشروع مش مربح؟ لا، مربح جدا. انت عندك في انواع من الحمام، او على حسب برضو الرزق يعني، تمام. ممكن تلحم العش في العش، يعني بسم الله ما شاء الله تكوني مثلا شايله الزغاليل النهارده، بعديها بيومين 3 تبصي تلاقيها لحمت. تلحم العش على طول تبصي تلاقيها باضت بعد انت ما تشيلي منها الزغاليل بحوالي يومين 3. خلاص. في مثلا نوعيات من الحمام، لا ده تقيل شوية، ما بيبيضش على طول، ما بيلحمش الوش على طول، بيستنى شوية، بيقعد لك مثلا حوالي 18 يوم على بال ما بيلحم الوش. ولكن انتي يعني في برضو في عندك فويد، في عندك زيادة. يعني انا مثلا عندي فويد دكور،
في دكورة زيادة، جات لي اي بيعة بقدر ابيع. تمام. فاصبح ان في قرش انا بعرف ادخله زيادة. طيب لو انا مثلا الفلوس دي مثلا لو انا بعت دكر بحوالي 80 جنيه، ما ال 80 جنيه ممكن انت ما تعمليش بيهم حاجة، او انت شايفة ان هم حاجات بسيطة، بس ممكن يجيبوا لك كلفة هتقعد معاكي شوية. الكلفة ديت مثلا هتقعد معاكي، مثلا لو جبتي 2.5 كيلو كلفة مثلا هتقعد معاكي حبة محترمين جدا، حبة كتار، فاصبح ان انت وفرتي تمنهم. لما مثلا دكر واحد اهو مثلا او نتاية واحدة، اصبح ان انتي وفرتي ولا ما وفرتيش؟ وفرتي تمن اكلهم على الاقل في دكر او نتاية واحدة انتي بعتيها. طب تعالي شوفي كده، لو انتي مثلا بعتي جوز زغليل، جوز الزغاليل الواحد زي ما اتفقنا وقلنا ان هي مثلا ب160 او 170 جنيه، على حسب طبعا كل مكان والشخص اللي انتي بتشتري منه. إيه مثلا، هل دولت مش هيعملوا معاكي حاجة المبلغ ده؟ ده مثلا في جوز واحد. لكن انت مثلا بيكون عندك قصين لسه مطلعين زغاليل، ادي عندك ما شاء الله مثلا 4 فرادي زغاليل مثلا، او جوزين، مش هيعملوا معاكي مبلغ؟ مش هيعملوا. طبعا ده مشروع والله جميل جدا، مربح جدا، عايز بس الاهتمام، زيه زي اي مشروع، زيه زي اي مشروع انت بتفتحيه وانت بتبدأي فيه. عايز الاهتمام، عايز الرعاية، هتلاقي منه وهتاخدي منه ما شاء الله عليه. كفاية ان الحمام متعة، متعة بجد والله. الحمام متعة جدا لوحده، جميل قوي في تربيته، تحسي براحة كده وانتي بتشتغلي معاه كده وواقفة قدامه وقاعدة قدامه. بصراحة متعة ما بعدها متعة. الكلام يعني انا دلوقتي بتكلم معاكي كمشروع، لان احنا يعني المفروض كل واحدة فينا تقدر تعمل اي حاجة بتعملها، مساعدة لزوجها، مساعدة لبيتها، مساعدة لنفسها. مش لازم انت كل ما تطلبي حاجة او نفسك تجيبي حاجة هتطلبي من زوجك، ربنا يعينه طبعا على مصاريف الاولاد، على مصاريف البيت. فانت تقدري ان انت تعملي حاجة وانت موجودة في البيت تعمليها. دوت مشروع مش محتاج ان انتي تروحي وتيجي، ولا ان انتي تقعدي تلفي، لا. انتي لقيتي الدنيا ماشية معاكي والانتاج معاكي كويس، تقدري تفتحي جروب وتعملي جروب، وتقدري ان انتي تمشي حالك منه، وتقدري ان انتي تبيعي منه من الجروب دوت. وناس كتيرة جدا طالما هم عارفين ان الحاجات دي بتتربى في البيت، فبتبقى حابة تربية الطيور البيتي، لان انت بتربيها بنظافة، بتربيها بدون علاجات، بتربيها من غير ما تدي ادوية والكلام ده كله. انما الحاجات اللي بره بتكون مثلا في اوقات كتيرة مش مضمونة، فعلشان كده في ناس كتير بتحب تربية الطيور البيتي. فهتبصي تلاقي الدنيا معاكي مشيت خلاص. مرة على مرة هتبصي تلاقي نفسك انت حبيتي المشروع وحبيتي الدنيا، حبيتي تكبري، حبيتي تزودي، ممكن تجيبي مانير تاني. لو انت عندك مكان زيادة، هتحطي المانير التاني قصاد المانير ده وهتكبري الموضوع. ولكن زي ما قلت لك، اي مشروع عايز اهتمام وعايز رعاية. وطالما هتحطي مثلا عندك بلكونة، لازم نظافة، لازم نظافة نظافة نظافة. هتحطي على مثلا سطح، برضو لازم نظافة. خلاص. فانتي نضفتي، اهتميتي بالاكل، اهتميتي بيهم وبالرعاية بتاعتهم، هيدوكي انتاج وهيدوكي آم، يعني زغاليل اكتر، وهتبصي هتلاقي الدنيا معاكي بقت كويسة اوي. فاصبح ان مشروع الحمام مشروع مربح، وتقدري ان انتي تستخدميه وتستغليه، وهيبقى جميل جدا جدا ليكي. زي ما قلت لك، هيبقى اكتفاء ذاتي ليكي، تقدري ان انتي تاكلي من غير ما تشتري، وتستخدمي في بيتك من غير ما تشتري، وفي نفس الوقت هتقدري تبيعي وهتكسبي برضه. تمام. انا بقالي والله العظيم حوالي 2 او 3 سنين تقريبا ما بشتريش حمام ولا زغاليل. خلاص. انا بعمل من بيتي، باخد منهم وبذبح ونحشي بقى وناكل والدنيا حلوة.
وفي نفس الوقت باقدر إن أنا أبيع منهم. فوالله بجد مشروع جميل جدًا، مشروع مُربح، وحاجة هتنفعِك جدًا، وهتقدري إن أنتِ تشوفي ده بنفسِك لو أنتِ حاولتِ تجرّبي المشروع دوّة. وأتمنى إن الفيديو يكون عجبِك والفكرة عجبتِك، وما تنسينيش في اللايك والكومنت، وما تنسيش لو أول مرة تشوفيني تشتركي معايا في قناتي ينزلك لك كل جديد إن شاء الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.